يقولون أن طريق ال1000 ميل يبدأ بخطوة، وكذلك فإن طريق ال1000 كتاب يبدأ بصفحة. وعشان مفيش أجمل من النهاردة عشان تبدأ، فاحنا نبدأ بأولى خطواتنا وهنلخص كتاب جلسات نفسية لدكتور محمد إبراهيم. فجهز شايك أو قهوتك ولننطلق. نتعلم في حياتنا ازاي نتعامل مع مشاكلنا الدراسية، وازاي نطور من نفسنا، وازاي نوطد علاقتنا مع حد أو حتى نتخلص منها. ولكن للأسف مش بنتعامل مع نفسنا وقضاياها بالطريقة الصح، وتفضل تتراكم متاعب النفس من غير ما نعرف فين المشكلة، ايه السبب، ايه اللي مخلينا مش حاسين بالراحة مهما حققنا من إنجازات، ونحكم على نفسنا بأحكام قاسية بدون محاكمة عادلة، وتتأثر كل جوانب حياتنا. وكل ده واحنا ما نعرفش إن المشكلة في تعاملنا الغلط مع النفس. وعشان كده ركز معايا ويلا بينا. مع تطور العالم ونهضة الحضارات، أصبح وهم الثقة بالنفس يسيطر على أغلب الناس، وبقى كل تفكيرهم إزاي يبقى الإنسان السوبرمان. المصطلح ده بدأ مع فلسفة نيتشه الوجودية، واللي قال فيها إن الإنسان الأعلى هو اللي يستحق الحياة، وإن العالم كله هو عائق أمامه، وإن المفروض ميبقاش ضعيف أو حتى حزين. ولكن هل أنت كده فعلا؟ طب تعرف حد ممكن تسميه بالسوبرمان؟ إنسان مش محتاج حد وبيتحكم في نفسه على طول وما بيتعبش أبدا؟ أكيد لأ، لأننا في النهاية بشر. طب إزاي بقى نثق في النفس الضعيفة والمحدودة دي بقى؟ صدقني أنا لو أعرف أقول لك. علماء النفس بيأكدوا دايما على أهمية المجتمع الداعم والبيئة الإيجابية وما إلى ذلك. ولو بصينا تعريف الإنسان زي ما شرح العالم المسلم ومؤسس علم النفس ابن خلدون، فهنلاحظ إنه معرفه إنه كائن اجتماعي بالضرورة، يعني مضطر يعيش مع الناس ويتبادل معاهم المصالح. ولكن هل ده يعني إن ما نقدرش نثق بأنفسنا أو نقدرها؟ مش مقصود بالتشارك الاجتماعي مع الناس وعدم الاغترار بالذات إن الإنسان يقع في فخ تحقير الذات، لأن أعراض تحقير الذات هي بحد ذاتها أمراض تحتاج لعلاج. في المقابل تقدير الذات واحترامها هو جزء رئيسي لتحقيق سعادة النفس وراحتها. فازاي نفسك هتديك الطاقة وانت بتوصفها بالضعيفة؟ وازاي تديك السعادة وانت بتوصفها بانها سبب لتعاستك؟ وازاي تحسسك بقيمتك وانت شايفها خالية من كل قيمة؟ وطبعا الاحكام اللي بتصدرها على نفسك هي احكام ذاتية وغير موضوعية، بمعنى انها احكام بدون ادلة او شهود. وبالرغم من كده فالاحكام دي من وجهة نظرك غير قابلة للتشكيك رغم انها كلها باطلة. طب ايه السبب اللي بيخلينا نوصف نفسنا بالاوصاف دي؟ هل بنلاقي لذتنا في اننا نحقر من نفسنا ونجلدها؟ فكم مرة وبعد يوم طويل ومتعب رحت عشان تنام، ولكن بدأ عقلك يقولك فاكر لما كنت في المدرسة وعملت كذا وكذا؟ طب عارف انك وصلت لسن كذا ولسه محققتش اي حاجة من اللي تتمناها؟ ايه اللي حققت؟ ايه انجازاتك؟ وتفضل في سلسلة جلد الذات ولوم النفس على الماضي والخوف من المستقبل. طب ايه اللي بيخلينا واقفين بدون حراك امام سلسلة جلد الذات اللي ما بتخلصش دي؟ اولا التربيه هي اصل السواد النفسي او المشكلات النفسيه، واللي بترجع لها طبيعه الفرد وقدرته على التعامل مع ذاته واللي حواليه. فلو كانت التربيه صحيه وسليمه هنشوف اشخاص اسوياء بيتقبلوا انفسهم واللي حواليهم، وبالتالي يقدروا يواجهوا الاخفاقات. ولو كانت التربيه سلبيه وغير داعمه للطفل فهيكبر غير واثق من نفسه ويفضل يحتقر نفسه مهما حقق من انجازات، فيحس بالفشل حتى ولو كان ناجح في راي الناس. لازم كل الآباء والأمهات يفهموا إن محاولة استنساخ حياتهم في حياة أطفالهم ومحاولة تعويض اللي ما قدروش يعملوه بإنهم يخلوا أبنائهم يحاولوا يعملوه نيابة عنهم، فكلها سلوكيات تصنع طفلا ضعيفا. ومع استمرار الضغط على الطفل ولومه على الخطأ يتحول من رفض الخطأ إلى رفض النفس. ثانيا السعي إلى الكمال. طب هتقولي هو أصلا المفروض إحنا نسعى للكمال؟ هقولك ولا. أنت بتتكلم جد؟ طب إزاي؟ المفروض إنك تسعى تحسن من نفسك وتصحح عيوبك طوال حياتك، ولا لأنك مهما حاولت فمش هتوصل للكمال. ففي رحلة سعيك للكمال تتقبل كونك ضعيف، كونك اتخلقت ناقص مش هتكتمل أبدا. في عام 2003 كان في أكتر من بحث عن الكمالية. فالأول اتكلم عن الكمالية نوعين، وإن واحد مرغوب والتاني مذموم، والتاني اتكلم عن الكمالية بيصاحبها بشكل عام أعراض نفسية زي الاكتئاب والقلق وغيره. والبحث الأخير أثبت إن أغلب اللي بيعانوا من الاكتئاب هم أصحاب الكمالية. كلنا نتاج اللي اتعرضنا له، رؤيتنا لنفسنا، تقبلنا ليها او حتى رفضها. فكر كده ايه اللي يخلي انسان ما يحسش بقيمته؟ مش عشان هو شايف كده، بس عشان هو اتكون عنده في موقف او اكتر حكم على نفسه، وبعدين اثبت الحكم ده واستسلم له وما حاولش حتى يغيره. لو رجعت بذكرياتك كده ممكن تلاقي ان مشاكلك بدأت لما كنت في المدرسة مثلا، وبعدها بدأت تكون احكام غلط عن نفسك استقرت في اللاوعي ومسكت زمام القيادة وبقت هي المحركة لحياتك. وساعتها هتلاقي انك بالغت كتير في احكامك، وان اغلب معتقداتك عن نفسك ما هي الا وهم. ووقتها تقدر تخفف احكامك القاسية عن نفسك، وبالتالي تتقبلها وتتقبل العالم من حولك.
لو سألتك ايه المشكلة انك ما دخلتش الجامعة اللي انت عايزها او انك تعمل حاجة بتحبها ممكن غيرك ما يحبهاش، غالبا هتقول لي رأي الناس. مش بقول ان الموضوع مش محزن انك ما توصلش اللي كنت عايزه، ولكن اكيد اللي بيزود الحزن هو انك تفتكر نظرة الناس. وده يرجعنا لفكرة ان اغلب شخصيتنا اتكونت بسبب رأي الناس، زي لما كنت تسمع كل كذا عشان الناس تحبك او البس كذا عشان الناس، فانت اتعودت على انك بتعمل علشان الناس مش نفسك، فتبقى مستعد تحرق ذاتك علشان تعجب الناس، وبالتالي تستنى نفس الفعل من الناس، واللي اكيد ما بيحصلش. تخيل معايا لو في شخص سمين وكل الناس بتتريق عليه، اكيد مش هيحب كده، ولكن المشكله مش في تريقه الناس بس، بل في النظره اللي هو بيشوف بيها نفسه. فهو مش شايف ان السمنه مضره ولازم يخس عشان صحته، بل شايفها علامه الفشل. لما تتصالح مع حقيقه نفسك بتتقبلها زي ما هي، وده مش معناه انك ما تحاولش تصلح عيوبك، بس ده مش هيخلي كلام الناس يأثر فيك. فالموضوع بيبدأ من نفسك ثم بالاخرين. في نظرية من نظريات تحليل الشخصيات واللي تعرف بالانياجرام، احد الانماط فيها شخص اسمه ذا هيلبر او المساعد. النمط ده بيحب انه يقدم المساعدة دايما، وطبعا دي حاجة كويسة، ولكن محتاجين نفهم كام حاجة الاول. مبدئيا انت المفروض تقدم نفسك على الناس، فالنفس التي لا يعتني بها صاحبها لن تستطيع الاعتناء بالاخرين بشكل صحيح. زي ما قلنا، فمش شرط عشان انت تزود درجة لطفك ان الناس تتعامل معاك بنفس الطريقة. الحل هنا انك توازن بين نفسك وبين الناس. فلما تعرف ازاي تتعامل مع نفسك الاول، هتعرف ازاي تتعامل مع الناس. لما بتحاول تساعد الناس وتكتر من مساعدتهم وتنسى تحط حدود، فده بيستنفذ قواك وبيفسد غيرك. ازاي؟ تعال نفهم. تخيل لو اخدت مسؤولية اطعام 7 اطفال صغيرين لمدة شهر، ومهمتك انك تتاكد انهم ما يحسوش بالجوع، فطبيعي هتاكلهم كتير زي ما هم عايزين في كل وجبه، وبدل ما تاكل انت تقرر انك توفر الجزء بتاعك علشان لو الاطفال جاعوا، وتبقى مجبر انك تقدم الاولويه لجوع الاطفال وتحاول تتجاهل مؤشرات الجوع عندك، ومع الوقت تقرر انك مش هتاكل اصلا، واخيرا وبعد مده مش طويله تبقى ضعيف ومجهد بسبب الجوع لدرجه انك تبقى مش قادر تاكل الاطفال، فتفشل في مهمتك. تعالى بقى ننزل لأرض الواقع. لما تهتم انك تساعد الناس بدون ما تركز على مصلحتك، فانت بتعرض الناس للخطر. لما بتعرض نفسك للخطر في المقام الاول، اغلب الناس بتقدم الناس على نفسها لانهم بيفتكروا انهم لو قدموا نفسهم فبيبقوا كده انانيين، فيحاولوا يرضوا الاخرين مش بس حبا في عمل كده، بل وخوفا من وصفهم بالانانيه. صديقي، عايز اقولك انك بمجرد انك فكرت في كده فده بينفع عنك صفه الانانيه اصلا، فمش هتلاقي شخص اناني بيشايف انه غلط، ولا حتى هتلاقيه مهتم انه يساعد الناس. واخيرا في موازنتك في العطاء هتفيد بيها نفسك وغيرك. وبس كده، حاسس اني طولت عليك، فنكمل كمان الحلقه الجايه. استودعك الله صديقي، والى اللقاء.